وطبعا عرفتوا احنا فين. احنا دلوقتي دوران المنظرة، سوق المنظرة، شارع النبوي المهندس اهو، الميدان. هنروح عند محطة مترو المنتزه نشوف اخر التطورات، وناخد بقى جولة في المنطقة كلها. خليكم معانا، لو اول مرة بتشوفوني يسعدني اشتركوا في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد يا اسكندرانية. ويلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم. الفيديو بتاعنا النهارده في المنتزه، يعني احنا امام محطه مترو المنتزه. هنشوف اخر التطورات مع بعض من اول محطه مترو المنتزه اتجاهنا بقى لميدان المنظره، الكوبري، اخر التطورات، الطريق، الاسفلت. هنشوف عامه اخر التطورات. تمام. هنا طبعا ظهرت قدامنا في الافق اهي معالم المحطه اهو، الاعمده الإنشائية بتاعت محطة المنتزه، أحد المحطات التراثية هتبقى هي ومحطة مصر. تمام. هحط لكم المكتب بتاعها إن شاء الله بعد الانتهاء قدام بوابة المنتزه. وده الشكل النهائي لمحطة مترو المنتزه زي ما احنا شايفين كده. الشكل بتاعها على نفس الطراز المعماري التراثي بتاع بوابة المنتزه، سور حدائق المنتزه، عشان يمشي مع نفس النسق والطراز بتاعها. بجد جميلة جدا جدا والله. احنا مستنيين انتهاء المترو بفارغ الصبر. كل ده كده مسار المحطة لحد ما تقابلنا أول الأعمدة اللي هناك. وهنتجه بقى لميدان المنظرة ونشوف برضه آخر التطورات، طريق الرصد اللي تم حتى الآن. خليكم معانا. طقس النهارده بصوا غائم، عاصف، تراب، سقعة الحقيقة. هنقرب شوية لأن الأتربة حاجبة الرؤية. هنقرب شوية ونوريكم المسار من المنتزه لكوبري المنظرة. كوبري المنظرة إيه الله يرحمه لإيه؟ نقوله إيه؟ للمنظرة. طريق البديل مكان كوبري المنظرة، ميدان. تمام؟ هنا وصلنا للمسار. يبقى كل ده من أول هنا كده لحد امتدادنا هناك من أول ما بدأت. دي محطة قطار، سوري، محطة، برضه أنا مصرة على قطار، مش عارفة ليه. محطة مترو المنتزه إن شاء الله. طبعا الامتحانات خلصت فالحمد لله ما فيش زحمة مرورية. تمام. إيقاف الترام خلاص رسميا. محافظة اسكندرية نزلت إن هو إن شاء الله أول فبراير. من أول فبراير من مصطفى كامل لفيكتوريا، ومن أول أبريل من محطة الرمل إلى فيكتوريا. يا مسهل. هوديها بقى إيه ترام الرمل. ما علينا، خلينا في مترو اسكندرية. طبعا وما ننساش محور ملك حفني. بعد الانتهاء تماما من المترو هيكون 3 حارات مرورية في كل اتجاه يمينا ويسارا. طبعا هنا الطريق يعني لاحظت ان تم وضع طبقة اسفلت او طبقة بيتومين، اللي هو الاول البيتومين اللي بيلزق لحد الكوبري. هنروح هناك ونشوف بالظبط ايه اللي تم اهو. زي ما انتم شايفين الطريق اللي هو ده اللي رايح على ابو قير خلاص تم وضع الطبقة الاولى من البيتومين. يبقى هيتم الرصف هنا. هنشوف مع بعض وصل لحد فين. ووصلنا هنا خلاص الى الميدان زي ما احنا شايفين المسار. جبنا من اول محطة المنتزه، مترو المنتزه. هنا البيتومين محطوط حديثا على فكرة. هنا طبعا اعمال الجزيرة الوسطى اهي اللي مكملة معانا، لسه هنا لم يتم الانتهاء. هنا الطريق اللي رايح على من ابو قير للبحر، وهنا الطريق العكسي خلاص، سواء بقى هيجي من على البحر يروح ملك حفني او النبوي المهندس او كده هيروح على ابو قير. واضح جدا هنا الطبقة البيتومين الاولى. يا مسهل اهو، يعني دي حاجة جديدة اهو. كل الجزء ده لحد اول شارع النبوي المهندس، لان انتوا بتقولوا محور النبوي المهندس. احنا نتمنى طبعا يتم عمل محور، ولكن الشركه المنفذه شركه برودكشن ملهاش علاقه، يعني هي الميدان بس ملهاش علاقه بالنبوي المهندس. فهي كل ما عليها انها تعمل الميدان لحد اول النبوي المهندس. الطريق اهو زي ما انتم شايفين، لان احنا انتهينا من الطريق ده خلاص رصفه قبل كده، صورنا معاكم هتلاقوه موجود على القناه. يبقى متبقي الجزء ده لان هنا معرج مش مكتمل. تمام. وطبعا فوق اعمال المترو
هنا بالظبط احنا يعني موقع كوبري المنظرة تحت المسار بالظبط، نعدوا كده. لسه اعمال الجزيرة الوسطى هنا لم تتم، ولكن بصوا احنا هنا انتهينا من الاسفلت الجزء ده، يعني شايفين الحدود اهو. يبقى احنا كملنا الاسفلت لحد الجزء ده، بعد كده تم وضع البيتومين عشان ننزل بالاسفلت. بعد كده اخد بقى ايه اهو الجزء التاني، هنسويه بالجزء التاني اللي هو الطريق البديل الاول خالص اللي عملناه اول حاجه لحد بدايه النبوي المهندس، لحد ما يلف كده وفي اتجاه ملك حفني زي ما شفتوا وانا جايه من عند محطه المنتزه. خلاص يا مسهل. يبقى متبقي بقى الرصف هنا اعمال الجزيره الوسطى والارصفه واليوترنات، وبعد كده يتفتح بقى الطريق. الجانب الاخر عملنا الرصيف اللي هو زي ده، اسمه ايه يا ربي، اسمه انترلوك ولا البردورات، المهم الرصيف الصغير ده اللي هو ايه فاصل عن الطريق ده. التبه العاليه دي ما اعتقدش انها هتتشال، لان الطريق اللي جاي موازي للمنتزه هو مرتفع شويه، وبعد كده بينزل على مفيش زي ما بنقولوا بالبلدي يعني. خلاص هنمشي كده قدام شويه ونشوف برضو هناك ايه اللي تم. اللي جاي ده اهو اول يوترن معانا، يبقى بدايه وضع الاسفلت من هنا، هتتم من هنا من اول يوترن معانا اهو. خلاص استكمالا بقى لحد قدام زي ما وريتكم من هناك اهو. تمام كده هيبقى الجزء ده، وبعد كده استكمالا لحد هناك. بصوا الطريق اتسع فرق شاسع طبعا قبل المترو ان شاء الله قبل المترو يعني فرق شاسع طبعا قبل المترو وبعد المترو، ايام كوبري المنظرة وما ادرانا. والان بصوا يكتمل على خير ان شاء الله. هنا اعمال الجزيرة الوسطى لم يتم شيء، مفيش حاجة تمت حتى الان. الشجر يا رب يعني الدنيا تشتي، اللهم اغثنا عشان الشجر ده يتسقى ويرعرع بدل ما يموت. طبعا احنا عارفين ان احنا اختصينا من جزء من الجزيرة دي كده، دخلنا جوه ورصفنا الجزء ده تمام عشان نوسع الطريق هنا. كل الخير ان شاء الله لمحافظتنا الجميلة محافظة الاسكندرية. براود تو بي الكسندريا. انا الحقيقة فخورة طبعا اني مصرية، حتى النخاع وسكندرية الهوى. اسكندرية العشق يعني مفيش كلام. خلاص كده ده كده كان الفيديو بتاعنا عن اخر التطورات، لان انتوا سألتوني كتير. ما تنسوش بقى لأول مرة بتشوفوني يسعدني اشتراكوا في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شكرا والسلام عليكم.